كل شيء تبدل في اسبانيا من بعد ما فازت اسبانيا على فرنسا في نصف النهائي ديال كاس اوروبا، والسبب هو الطفل ديالنا المغربي لامين يامال. شوفوا شنو وقع في اسبانيا. طبعا كيف ما شفتوا يعني اسبانيا كلها فرحانه بسبب الطفل لامين يامال. لامين يامال كان قادر انه يفرح اسبانيا كامله وينوض يشطحهم وينوضوا يغنيو به في كونسيرتو فيه اكثر من 60 الف شخص كيغنيو عليه خصيصا، كيغنيوش المنتخب كامل، كيغنيو لا لامين يامال الطفل الاصول ذو الاصول المغربيه الغينيه، اب مغربي وام غينيه. طبعا هادشي هذا اللي وقع في اسبانيا صراحه غير المجرى ديال داكشي اللي كانت غاده عليه الامور كانت غاده في واحد الاتجاه، بقات رجعات غاده في واحد الاتجاه اخر، اتجاه مغاير تماما. مؤخرا كانت نضا واحد الزوبعه ديال العنصريه ما بين الاسبانيين والمهاجرين، وكاينه يعني مشادات كلاميه في المواقع التواصل الاجتماعي وجات تأجج الوضع. ولكن هذا الحدث هذا اللي وقع بسبب هدف واحد ديال لامين يامال، اسبانيا مع فرنسا في نصف نهائي ديال كاس اوروبا، واللي كان السبب ان تاهلت اسبانيا مع فرنسا ومن بعد فازت على فرنسا وتاهلت النهائي وغادي تلعب مع انجلترا. كل شيء شكر لامين يامال على الهدف الاسطوري اللي ماركا طفل عمره 16 سنه، اصول مغربيه، اب مغربي وام من غينيا الاستوائيه. يعني كيف ما شفتوا الامور كيفاش كتبدل في واحد البلد ملي كتكون انت اصلك من بلد اخر. لاحظتوا هذه القضيه هذه. هادشي اللي نتقسم معكم مهم بزاف، وبزاف الناس كيقولوا دابا كلشي فرحان بلامين يامال، كلشي كيشكر فيه حيت ماركا وحيت كان سبب تاهل، ودابا نورمال غادي يفرحوا به، كنتي درتي شي حاجه خايبه راه غادي يقلبوا عليك، وراه نورمال. هذا هو مربط الفرس. مربط الفرس هو هذا، وانك ديرها زوينه. الفوتبول سبب ان لامين يامال دارها زوينه في الفوتبول، انت تقدر ديرها زوينه في الدومين ديالك، تقدر ديرها زوينه في الخدمه اللي كتخدم، تقدر ديرها زوينه في العشره اللي كتعاشر مع الناس، تقدر ديرها زوينه في القرايه فين كتقرا، تقدر ديرها زوينه في المؤسسه اللي انت كتعلم فيها شي حاجه. ديرها زوينه غادي يقولوها عليك زوينه، ديرها خايبه غادي يقولوها عليك خايبه، راه نورمال، راه هذا هو مربط الفرس. وهذا الشيء هذا يقدر يوقع لنا حتى حنا المغاربه. انت كتفرج في المنتخب المغربي، عندك مثلا زياش عزيز عليك ولا حكيمي مثلا، وكيدير حكيمي ولا زياش شي فلطه خايبه كاع مره اللي كتكون سبب في الاقصاء ديال المنتخب، غتسخط عليه وتقول له صافي مابقاش تجي. الا دار غير 2 مرات نفس الفايو مثلا 2 مرات وهذا مغربي مع منتخب ديالك مغربي، غادي تقول صافي خصو يمشي بحاله، ما يبقاش يلعب معنا، صافي هذاك ما بقاش مزيان. يعني راه نورمال، ديرها زوينه يقولوها فيك زوينه، ديرها خايبه يقولوها فيك خايبه، سواء كنتي في بلادك ولا كنتي في بلاد الغربه. هذا راه ماشي مشكل، هذا هو الواقع. على داكشي باش انت خاصك ديرها زوينه. لامين يامال ناض غنى اسبانيا كامله، شطح اسبانيا كامله بسببه. الاختيار ديالو انه اختار اسبانيا ما اختارش المغرب. غير ندخل في هذه النقطه هذه لان النقطه هذه خصنا نتكلموا عليها، بزاف الناس كيهضروا على هذه القضيه هذه، علاش ما اختارش المغرب. شوف، هو اصله مغربي غيني، اب مغربي وام غينيه، فالي، وخلق في اسبانيا، خلق هنا في اسبانيا، تربى في اسبانيا، تعلم في اسبانيا، الكره علمته له اسبانيا، كل شيء اسباني 100%، غير الاصل ديالو مغربي. راه انه الا اختار اسبانيا ولا اختار المغرب راه حتى شي حاجه فيها العيب ما كاينه. اذا اختار المغرب مزيان، مرحبا والف مرحبا وداكشي اللي بغينا، وإلا اختار اسبانيا حتى هو مزيان، ما ارتكبش شي خطا لامين يامال انه اختار اسبانيا، حيت بحال حيت المغرب اصل ديالو واسبانيا البلاد ديالو الثانيه اللي خلق وترعرع فيها واللي عطاتو كل شيء. مساله عاديه جدا انه يختار البلاد اللي كيرتاح فيها. هو اختار اسبانيا يلعب معها، عنده حب على المغرب وعنده حب يعني العائله وكيمشي يزور المغرب وكل شيء، هذا ماشي مشكل، هذا المسار ديالو، الله يعاونه في المسيره ديالو. حنا هذا ماشي مشكل، ما يبقاش يتعاود يتناقش هذا الموضوع هذا ديال انه اختار اسبانيا ما اختارش المغرب علاش وكيفاش وكذا وكذا. هذا الشيء غتحسوا به نتوما اذا خلقيتوا في اوروبا في شي دوله وترعرعتوا فيها وتعلمتوا فيها وقريتوا فيها وتعلمتوا الكره فيها، وصلتوا سواء في الكره ولا في شي دومين اخر، وديك الساعات جاوبني شنو تقدر تختار. ساعات نهضروا عليك، ما تهضرش في الموقع ديالك اللي انت ما عشتيش ديك الحياه اللي عاش ديك الشخص هذاك. هذه من جهه.
الجهه الثانيه اللي محيرني في هادشي هذا كامل اللي كنعيشوه، لامين يامال وحتى ويليام، هادو جوج من اصول افريقيه اللي في المنتخب الاسباني، واللي بسببهم المنتخب الاسباني غادي بخطى ثابته وقدر يوصل حتى للفينال ديال كاس اوروبا. هادو جوج الافارقه اللي نشطوا المنتخب الاسباني بشهاده كل الاعلام الاسباني، بشهاده كل الاعلام الاسباني الا اعلام واحد، اعلام واحد وسياسي واحد. بغيت نعرف نشوف غير اباسكال فينا هو. أباسكال ولا كلمة ولا تدخل ولا رأي، والصحافة الموالية لأباسكال اللي كتكتب ليل نهار على المهاجرين وعلى الزبايل اللي كيديروا المهاجرين، بغيت نقرا غير شي مقال صغيور على لامين يامال اللي الأصول ديالو أفريقية، واللي دابا هو عنده جنسية إسبانية، واللي هو داك الشخص اللي ما كيحملوش هذاك الحزب هذاك. بغيت غير نشوف شي مقال كيكتب على لامين يامال، شي مقال إيجابي. ما كاينه حتى شي مقال مكتب عليه ولا شكر فيه ولا قال شي كلمه زوينه في حقه نهائيا. يعني الا كانت شي حاجه فيها الزبايل هادو كيجريو يكتبوا، ولا درتيها زوينه والله ما تسمع حسهم والاختفاء. فقط شفت واحد اليوم في اخر النهار لقيت اللقاء ديالو مع فيخو الزعيم ديال بيبي على ديك التفريقه ديال المينوريس اللي عندهم اقل من 18 سنه واللي كاينه في كنارياس، اللي غيفرقوهم على باقي المدن الاسبانيه. كاين مشادات يعني ما بين اباسكال وفيخو يعني مع الريبارتو، واباسكال عنده راي اخر. يعني باش يقول هو شي كلمه زوينه انك ديرها زوينه، راه ما يقدرش يقول زوينه. لاعب صغير عنده 16 سنه ودار حدث اللي هو كبير بزاف، هدف تاريخي. غادي تختار احسن هدف في كاس اوروبا ما فيهاش النقاش، بسبب ان التقنيه اللي تسجلت بها الهدف، العامل ديال السن ديال ديك الطفل اللي هو باقي صغير، باقي طفل، باقي ما ولاش شاب، بعد يكمل 17 سنه. كل شيء يعني خلى ان اسبانيا كامله تفرح بسبب هذا الطفل هذا. وديك الزوبعه ديال العنصريه اللي كانت غاديه تكالمات. دابا القضيه تكالمات، اللي كنقولوا سوموس ايغواليس كذا، اللي غادي يخدم الاسبانيا مرحبا به، راه كيتسمى اسباني مادام انك كدير شي حاجه ايجابيه. يعني نقصات بواحد الحده كبيره ديك كنطير نايضه موجه كان يتصدع بزاف. ولكن الحمد لله يعني تكلمات القضيه بسبب لامين يامال اللي كنشكروه صراحه في هذه القضيه هذه، كنشكروه بزاف. وبالرغم من ان هذا الطفل هذا وصل لهذا المستوى هذا، اللي عجبني في الاب ديالو اللي ممكن يكون لابس القرباطه والكوستيم وجلس فيب، لا هو كان كيشجع ولده مع الجمهور، كيفرح مع الجمهور عادي، فرحان شطان كيعنق مع الجمهور عادي جدا. يعني عكس داك اللي كيوصل اباسكال الفكره ولا الرؤيه على المهاجرين. الاب ديال لامين يامال كيقول بيبا اسبانيا، وكيقول يعني بفضل اسبانيا ولدي وصل للمستوى هذا، ويعني وكيحيي البلاد اللي عطات لولده. يعني ما كاينش ادنى مركب نقص ولا شي حاجه اللي فيها العيب ولا شي حاجه اللي فيها ضد البلد المضيف مثلا، نهائيا. ولكن باش تسمع شي كلمه ايجابيه من عند اباسكال هنا ما غتسمعهاش. وهنا باش كنرجع نقول لكم بان السياسه ديالهم ماشي السياسه ديال ان نلعب على مصلحه اسبانيا، لا، نحن نلعب على نقطه المهاجر وتوسيخ صورته باش نربحوا ماء الوجه ديالنا ويصوتوا علينا ديك الاغبياء اللي ما عارفينش الحقيقه الكامله، ونطلعوا وماشي شغلنا ديك الساعات. المهم ما نطلعوا صافي. هذه هي الحقيقه ديال الحزب ديالهم. لو كان فعلا كيهموا المصلحه ديال البلاد، ملي تكون شي حاجه ايجابيه يخرجوا يهضروا يتكلموا عليها، لا هما كمداخله ما تكون غير عفويه ولا كمقال يتكتب ولا اي حاجه بوزيتيف في حق هذا اللاعب هذا. الصحف الفرنسيه الاسبانيه الالمانيه الصحف كامله كتبات، الا الصحف المواليه لصديقنا اباسكال. ايوا هادشي اللي بغيت نتقاسم معكم في هذا الفيديو باش تعرفوا شنو قعنا في اسبانيا بسبب لامين يامال. شكرا على متابعه الاخير. اللي كان عجبكم الفيديو ديروا لايك، حتى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.